الطفل ما بياكلش، وتلاقي كل شويه عايزه حل سريع يخسسني. الوزن هو الدوره الشهريه. لو كلت وجبه واحده في اليوم هخس. طيب انت لو كلت وجبه واحده في اليوم الكلام دوت هتخس؟ ده كلام غلط. غلط ليه؟ اللي انت ما بتديش لجسمك السعرات الحراريه اللي هو عايزها عشان يتحرك. عشان يتحرك وعشان خاطر يعمل العمليات الحيويه اللي بتدور جوه الجسم. يعني انا جوه جسم كل واحد فينا في اجهزه، الاجهزه دي بتتحرك، فهمني؟ فالحركه بتاعتها عايزه طاقه وعايزه غذاء. لو الواحد ما عملش الغذاء وما عملش الاكل بتاعه كان صحي ومفيد، مش هيعرف الاجهزه دي تشتغل بكفاءه كويسه. فعشان كده الكلام دوت هتبص تلاقي كلت وجبه واحده من غير سعراتك الحراريه المظبوطه، تمام، هتبص تلاقي عندك مشاكل في الجلد، عندك مشاكل في الشعر، زائد هتبص هتلاقي بعد كده في حاجات تاني ابتدت تظهر عندك. فدي اهم حاجه اللي احنا نهتم بيها، الاكل بتاعنا، عشان خاطر ما نفاجئش بعد كده الواحد تعبان، انا مكسل، انا همدان، انا مش عارف اذاكر. هتلاقيها مع الاطفال برضو، تلاقي الطفل ما بياكلش وتلاقي كل شويه نايم، مش عارف يركز، مش عارف الكلام ده كله. يبقى اهم حاجه التغذيه بتاعتنا. لو اتغذيت صح هتبص هتلاقي اللي انت ابتدى اجهزتك تشتغل صح، اجهزتك، ونتحرك ونعمل مجهود اكتر من اللي كنا بنعمله واحنا فاهمين الدايت غلط. تمام؟ سؤال: هو ينفع اعمل ضخامه وتنشيف في نفس الوقت؟ بص، ده ليه برنامج وده ليه برنامج، فما ينفعش زي ما واحد عايز يتخن واحد عايز يخس زي الاتنين في بعض، ما ينفعش. ده ليه برنامج، ده انت بتزود فيه الكارب، بتزود فيه التمارين الشديه بتاعت التمارين، بتزود فيه حاجات كتيره، والنظام التاني بيختلف عكسه بنسبه كبيره، فما ينفعش في نفس الوقت، ما ينفعش. هي البنات بتنزل الجيم ايام الدوره الشهريه. بص ست الكل، اول يومين لوجيك طبيعي، لا تمام. بعد كده عشان خاطرك انت برضو، يعني عشان خاطر برضو يبقى الاحساس بتاعك يبقى كويس. بعد كده في الفتره اللي باقيه ممكن بس ما تلعبيش مثلا المنطقه اللي تحت اللي هو الرجلين والكلام ده كله. حاولي ان انت ممكن تلعبي اي حاجه فوق، اي حاجه جزء العلوي مش الجزء السفلي. تمام؟ سؤال بيقول: انا نزلت الجيم وشكل جسمي اتغير، بس الوزن هو 75 كيلو جرام وطولي 165 سنتي، وزن العضلات 40 كيلو والدهون 28. شكل جسمي متناسق جدا بس الميزان ما بينزلش، انا كده تمام؟ زي ما قلنا وعلى طول هقول، اهم حاجة المقاسات بتاعتك وشكل جسمك مش الميزان. الميزان خليه اخر حاجة ما تبصلوش، اهم حاجة المقاسات بتاعت جسمك. انا ابتدى وسطي يبقى كويس، ابتدى الارداف بتاعتي تبقى مظبوطه، ابتدى ايديا تبقى المقاسات بتاعتها تتغير، يبقى انا ماشي في الطريق الصح. لكن لو اللي انا بس ببص على الميزان، انا ممكن بكون بزيد كتله عضليه، وطالما حضرتك قلتي اللي انت حاسه اللي جسمك متناسق جدا، انت حاسه بايه؟ مش غيرك هو حاسس ايه، انت حاسس بايه. تمام؟ اهم حاجه الراحه النفسيه، انا حاسس اللي انا لبسي دلوقتي بقى كويس عليا، خلاص امشي في الطريق، يبقى انت ماشي صح. استفتي قلبك. اللي بعديه في سؤال بيقول معانا: انا لسه والده من شهرين، وصلت ل 110 كيلو، كنت اقصى حاجه 90 كيلو، عايزه حل سريع يخسسني مش اقل من 30 كيلو. طيب بص يا ست الكل، بالنسبه لموضوع انت والده من شهرين، طب والده من شهرين يعني معناها انت في فتره رضاعه دلوقتي.
فالاحسن وطبعا ال 30 كيلو اللي انت عايزه تنزليهم مره واحده دول، ما اعتقدش اللي هو ده هدف صح اللي انت توصلي له بسرعه. ليه؟ اللي انت دلوقتي مسؤوله في الرضاعه عن شخص تاني، فاعتقد اللي لازم يبقى عندك الفيتامينات والاكل وعشان خاطر ابنك اللي انت بترضعيه. انا نصيحتي لحضرتك اللي انت تحاولي اللي انت تتابعي مع الدكتور اللي انت بتتعاملي معاه او دكتور تغذيه علاجيه، هيبقى احسن. في الحالات اللي زي كده انا بفضل الاختصاص اللي هو دكتور تغذيه علاجيه، هيفيدك اكتر مني كاخصائي تغذيه رياضيه. تمام؟ ففي موضوع دوت، او لو انت حامل وبرضه عايزه تخسي، او سواء كنت بترضعي وعايزه تخسي، الافضل اللي انت تتابعي مع الدكتور المختص على الحاله بتاعتك لو كنت حامل، او دكتور تغذيه علاجيه. تمام؟ سؤال: اكل 5 وجبات ولا 3 وجبات في اليوم، ايه الاحسن؟ تمام. الاحسن اللي انت تشوف انت عايز او الوقت بتاعك ايه. واحد دلوقتي شغال بره كتير او ما عندوش وقت، تمام، وهيقدر اللي هو ياكل بس 3 وجبات، خير وبركه. بس اهم حاجه بحسب السعرات بتاعه ال3 وجبات بتاعتي. واحد دلوقتي والله عنده مساحه من الوقت ويقدر اللي هو يقسم يومه اللي هو ياكل 5 6 وجبات، ممتاز جدا. تمام. ما تقفش عند الحاجات البسيطه. لو انت بتبتدئ، انت لسه انت ما بتحضرش لبطوله الجمهوريه ولا بطوله العالم، انت راجل مبتدئ. لو انت راجل مبتدئ، اهم حاجه بتحسب السعرات بتاعتك اللي انت محتاجها في اليوم ايه، وبتعمل على اساسها 5 وجبات 3 وجبات 4 وجبات 6 وجبات، ما فيهاش اي مشكله. ما نحاولش ان احنا نقف عند حاجات ممكن ما تبقاش ليها فعاليه جامده في البدايه. لو هعمل صيام متقطع بس هتغدى الساعة 11 بالليل، أنظم باقي يومي إزاي؟ طيب، في أنواع من الصيام المتقطع، بس الصيام اللي هو يعتبر أكثر فاعلية اللي احنا 16 ساعة و8 ساعات اللي احنا بناكل فيها. يعني 8 ساعات بناكل فيها و16 ساعة اللي احنا ما بناكلش حاجة فيها. عادة بتبقى ال 16 ساعة دول من بالليل، بحيث ان احنا نحسب فيها فتره النوم. تمام؟ يعني احنا بننام 6 ساعات، بننام 8 ساعات، بنحسب فيها 16 يعني فيها فتره النوم، فدي وبعد كده بنكمل اللي هو فاضل 8 ساعات او 4 ساعات في الصبح. عاده ممكن الواحد يبدا الصيام المتقطع من الساعه مثلا 8 بالليل، الساعه 10 بالليل، ماشي، وبعد كده بيحسب ال 16 ساعه وبيكمل. بقوا 15 ساعه مفيش كارثه. تمام؟ اهم حاجه اللي احنا بنستمر عليه فتره كده كام اسبوع. انت نظام شغلك اللي انا فاهمه، اللي انت اكيد نظام شغلك اللي انت بتاكل بالليل متاخر. تمام؟ ماشي، كل بالليل متاخر، بس اهم حاجه في الصيام يبقى احسب بعد الساعه 11 بالليل، احسب 16 ساعه، وتاني يوم بتشوف 16 ساعه خلصوا امتى، وبتعمل ال8 ساعات بتاعتك اللي هو اكل وشرب. اهم حاجه يا جماعه في الصيام المتقطع اللي في الفتره اللي احنا بناكل فيها اللي هي ال8 ساعات ديت، لو فتره الصيام المتقطع 16/8، اهم حاجه في الفتره ديت اللي احنا مثلا واحد، برضو تاني هنرجع ونقول السعرات الحراريه. واحد السعرات بتاعته 2000 سعر حراري، ما يجيش يقول لك لا انا خلاص انا دلوقتي الفتره ديت اقدر اكل فيها واشرب فيها، اروح مدخل جسمي 3000 سعر حراري او مش عارف 4000 سعر حراري، يبقى احنا كده بناقص منه موضوع الصيام المتقطع. زي الناس برضو اللي هي في رمضان مثلا ويجي يصوم، ويجي وقت الفطار، يعني هو بيصوم شوف كام ساعه. خلي بالك رمضان ده احسن فتره للواحد ممكن يخس فيها، بس للاسف الشديد اللي احنا مش واخدينها بطريقه صح. احنا واخدينها او التفكير بتاعنا وصل اللي احنا بنفطر عشان خاطر ناكل، نشوف الحلويات ايه، كاننا محرومين من اكل وبنشوف الايه، وده مش الهدف من الصيام. الهدف من الصيام اللي انت بتصوم الفتره وبعد كده بتاكل بالراحه عشان تحس
بالشخص اللي ما عندوش القدره، سبب من اسباب الصيام او هدف من اهداف الصيام. واحد ما عندوش القدره اللي هو يشتري زيك الاكل والشرب والكلام ده كله. فاحنا بنفطر، حط يا ابن البسبوسه وحط الكنافه وحط قمر الدين وحط سكريات وحط تك تك تك. يبقى في اليوم العادي، في الايام العاديه، انا بستعمل في اليوم كله في ال 24 ساعه بستعمل 3000 سعر حراري مثلا، لو مش مهتم بموضوع السعرات. في السعرات اجي في رمضان في الصيام في خلال الفتره من اذان المغرب لغايه اذان الفجر استعمل 5000 6000 سعر حراري. يا جماعه احنا بنهزر كده، احنا بنهزر. شهر رمضان لو اهتمنا بيه صح هنلاقي اللي احنا ممكن نخسر منه دهون كويسه جدا، بس احسبها صح، احسبها صح. فنفس القصه بتاعت الصيام رمضان هو نفس القصه بتاعت الصيام المتقطع. اجي في الفتره اللي انا ال8 ساعات اللي انا هاكل فيها واشرب احاول اكل هيلثي، احاول اللي انا ما ازودش السعرات الحراريه بتاعتي جامد. تمام؟ يبقى ده لو هتعمل صيام متقطع وتاكل الساعه 11 بالليل مفيش اي مشكله. تمام؟ بس اهم حاجه يبقى اكلك على مدار ال8 ساعات يكون اكل اللي هو السعرات بتاعتك اللي انت عايزها في اليوم.